انا في الصوب الزراعيه، مشروع من مشاريع البلد البايظه. شايفين فلوسكم يا مصريين بتترمي في الارض ازاي؟ بص كده، بص دي الصوب الزراعيه الفيستك اللي مصر المفروض عاملاها. بلد ما فيهاش امل. مفيش امل، ما تصدقش اي حاجه غير لما تتاكد منها. ما هو الفيديو اهو، تعالى معايا. الصوب الزراعيه مشروع زراعي وطني معمول عشان مصر تزرع فيه فاكهه وخضار، نصدر ونودي السوق المحلي. مصر عامله اكتر من 6000 صوبه زراعيه، والصوبه الواحده بتنتج اكتر من 70 طن فاكهه وخضار، زي الفلفل الاحمر ده. وفي الاخر بيجي المصنع هنا عشان ينزل السوق. عايز اهي الصوب البايظه اهي، تعال شفت ايه بايظه اهي. كده الصوبه مش بايظه، كده الصوبه بيتعمل لها صيانه. بعد كل موسم لازم الارض يتعمل لها تطهير وتعقيم عشان نعرف نزرعها تاني. مشروع كبير جدا، مشاريع البلد كتير وهتسمعوا كلام كتير وحش قوي عليها. اسمع المعلومه بس اتاكد منها قبل ما تصدقها، عشان اهم حاجه عند البني ادم ان هو يبقى عنده امل في بكره. ما تسمعش كلام حد هدفه انه يفقدك الامل، عشان اهم حاجه يبقى عندك امل في بكره وما تخليش حد ياخده منك.